انا قالوا لي شي دريه تنتبعهم، انا قال على ستريم نوال راه مزير. وباقي مزير وباقي بغى هادشي ما كاينش في الحبس اخويا. كنعيش على فهمتي، راه خرجت وليت باغي نخرج. بغا يطلع فوكا ديالي في الحبس ما كايناش، بغا يطلع فوق. باي 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 الله يحفظك. واحد البلد واحد. بزاف منا لاحظ بلي الياس المالكي تبدل ملي خرج من الحبس، ما بقاش كيشق في عباد الله ويعطيهم القاصح ويسب ويخسر الهضره بزاف. الياس استفد من الاخطاء ديالو لدرجه انه باش يلاه بدا ستريم ديالو في يوتيوب كان قال على البرقادي الضحيه، وكانوا طلعوا عليه دارهم حتى البيت ديالو بدا كيقول ليه لا ما تقولش هذه طا 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 طا، وبدا كيطلب الاعتذار. من تما هو دارهم تيتفرجوا فيه لتحت خوتو، وعلى اي حاجه كيقولها ولا كيحسوا به غيخرج من السطر كيصيفطوا ليه ميساجات ولا كيطلعوا عنده السطح وكيبداو يدقوا عليه. حوش انا قالوا لي شي دريه تنتبعهم، انا قال على ستريم نوال راه مزير. وباقي مزير وباقي بغى الصبر زين اخويا، تولي جايبه اغتصاب ماشي قاصر. لا الصبر زين صح، عارف انا اش كندير استفدت انا، وتصبرنا حنا 93 يوم. علاش دابا حنا غادي 93 حنشوف الزهر كيدير شهرين لقيت فيها 30 ثانيه شهرين. انا بحال شكيت في هذه القضيه ديال المالكي باقي مزير. شحال باش خرجتي دابا 4 ايام اخويا المالكي؟ 4 ايام اصلا باش تستريمي لينا حنا ما درتيش النهار الاول والثاني، ما ستريميتيش فيهم حتى الثالث، وحنا كنعرفوك اخي المالكي. شوف بطلقاش عندنا، قضيتي الغرض بالصحه والراحه، هادشي اللي كيبقاش محرش بينا اخي المالكي. انا بعدا عجبني الحال، ما عرفتش نتوما بحالي ولا لا، منين شفتو كيدير ديك الشطحه ديال الشينو ديال بلايزه وبلايزه لا ربا كتبقى هاد الفيرسيون ديال المالكي دابا حاليا واخا هكاك زوينه. علاش؟ كيبان لك باللي خالقها وعاجبو الحال وعاجبو هادشي اللي كيدير وكيتستمتع بوقته وبفلوسه، وشحال من واحد دابا بيناتنا مقود عليه وباغي يعيش اللحظه وباغي يعيش الحياه. ملي كيشوف المالكي كيدير هادشي كتشعل فيه العافيه، كيبغي حتى هو يدير يوصل لشي لعيبات في حياته باش هو يفرح بهم. دابا غندويو في واحد النقطه اللي هي كيقول لك هذاك الغليظ اللي معاه سمير هو البوديغارد ديالو. شوف باش تكون حارس شخصي ديال شي واحد ولا شي واحد بحال المالكي اللي عنده بزاف ديال الناس كيتبعوه غير غيخرج يدور مع الدوره غادي يقول ليه والياس والمالكي وهذا ما خصوش بوديغارد بحال هذا. راه ما يمكنش، بغيناش نعيبو في خلق الله، ولكن هو انسان عادي. بوديغارد راه خاص واحد الانسان اللي يكون ماشي اي واحد غليظ، راه صحيح كاين الغلط وكاين الصحه. واش فهمتوا الكونسيبت كي داير اخوانا؟ راكم عارفين اصلا الملك واخا هو يقول لكم فمو هذا هو البوديغارد ديال اللعيبات، الملك راه كونسيبت، راه يقدر من الستريم الجاي ما يبقاش يبان لك هاد خينا هذا. الياس مابقاش خدام عشوائي دابا، ولا كيضرب الحساب مزيان لكل حاجه جايه في الطريق. بحال دابا باش دار انه يدير يوتيوب هي الاولى كانت خطه ذكيه بانه بنادم موحشو وباغي يشوفو وباغي يرجع للكونسيبت اللي معتاد عليه. فداكشي علاش ملي دار في يوتيوب راك شفتوا الارقام اللي دخلها في اول ستريم ليه من مور عام ما دار حتى شي حاجه، وشفتوا الفلوس اللي دخلها. الفلوس الله يزيدو، حنا ما غاديش ندوي على الفلوس حيت كيف ما هو ملي كيبدا يذكر الفلوس في ستريمات ديالو تيقول لك انا ساني مع كيك ب 7000 درهم، انا هذا كيقول ديما ارقام صغار، ولكن هو راه العكس، راه الارقام كبار. وحنا كنعرفوا كيك بشحال كتخلص غير لي ستريمر اللي ما معروفينش بزاف في المغرب، على حسك الياس المالكي اللي كيدخل ارقام اللي هما كبار اللي يقدر يسني معاهم بالملايين. الياس باش دخل حصيصه مؤخرا في ستريم في يوتيوب دار اول ستريم ليه في كيك، وملي دار كيك ما دارش فيفا ولا طلع مع الدراري كيف ما شحال هادي، عارف باللي الناس باقيين متشوقين وباقيين باغيين يعرفوا عليه بزاف د الحوايج. داكشي علاش جاب بهم دويره وبدا كيستريم في الزنقه وهو صايق ودار شي تحديات اللي بساطين ولكن بالنسبه لنا حنا كانوا عجبونا. ستريم اللي دار في كيك بين باللي المالكي تبدل بزاف، ولا مسالم ولا تيدير الخاطر لكل واحد وعاطي الوقت لكل واحد وخالقها بابسط الحوايج وما بقاش كيبان فيها هو البوس ودير فيها الايغو وانا ما عرفت شكون. وهذا الشيء مشى مع الفيرسيون ديال الياس المالكي القديمه اللي كان قبل ما دخل الحبس، وهذيك الفيرسيون كنوعدكم باللي ما عمركم غادي تشوفوها مع المالكي من هنا لقدام، حيت خلص عليها ضريبه اللي هي كبيره. وهاد المره هذه الا مشى تعبرها حتى لا عورها وزبلها ما كاينش اللي غادي يفكو،
وما كاينش اللي غادي يعقل عليه. حيت المالكي درك بانه الناس اللي كيتبعوه ولا اللي كيشوفوه انه كيتساب مع شي وحدين وهذا وكيعطيهم القاصح وفرحانين وكيصفقوا ليه، هما نفسهم الناس اللي ملي دخل الحبس ما داروا حتى شي رياكسيون، ما داروا حتى شي حاجه، بقاو غير كيقولوا توحشناه كذا هذه. وهنا فين هو بدا كيلعب بهم دابا، ولا كيحاول يبان باللي راه هو مقود وناضي وكيدير بزاف ديال الحوايج واعرين وما كاينش اللي يطبقها عليه، ولكن هادشي كيبان غير في شي حوايج اللي ما كيواجهش الشخص بالاسم ديالو ولا شي حاجه، كيدويها على هاد الناس اللي كيديروا هادشي وهاد الناس اللي كيديروا كذا، وما بقاش كيسمي ولا كياتاكي شخص واحد معني بالامر والو. وهنا فين دابا باقيين دوك الناس اللي كيطبلوا ليه، باقيين كيطبلوا وكيعتبروا باللي الياس المالكي رجع بشحال من يوتيوبر غادي يطيح وكذا، باقي ما طاحوش. علاش؟ حيت مابقاش المالكي اللي كان من قبل. هاد اللعيبه خاصكم تدخلوها لراسكم، حيت بصح الوقت من قدامنا والفيديو هو كاين في يوتيوب، غادي تردوا البال لهادشي هذا اللي تنقول لكم. ما علينا، سالينا الفيديو، ديروا لايك، تابونوا في القناه، نشوفكم في فيديوهات الجايين. سلام.